بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بإذن الله معانا روتين جديد. الشنطة دي فيها ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، معلش اتأخرت عليكم بس كان غصب عني. يلا نشوف الشنطة دي فيها ايه وانا رايحة فين وعملت ايه والروتين بتاعي كان ازاي. يلا بينا. الشنطة دي طبعا انا حضرتها علشان كنت مسافرة عند اهلي اقضي معاهم المولد واللي هو الموسم يعني، وكان يومين اجازة قلت اروح كده وارجع على طول. فقبل ما اودع شقتي كان لازم ان انا اعمل كل الروتين الحلو معاكم ده. فيلا بينا نتشجع ونشوف الروتين بتاعنا عبارة عن إيه في اليوم ده. قلت رجعت من الشغل قلت انا مش هسيب شقتي الا وشقتي نضيفة بحيث ارجع. هيكون تاني يوم عليا دراسة على طول ونازلة الشغل بتاعي، فالدنيا هتكون مكركبة عليا. فقلت لا، اليوم ده هرجع من الشغل اعمل روتين في شقتي، اروق شقتي واغير فرش السراير بحيث ان انا هقوم الصبح امشي او اروح شغلي واجي البس انا وولادي وامشي وهكون محضرة حاجتي. فمش هاخد وقت ومش عايزة ان انا ارجع من سفرة كنت تعبانة ابدأ ان انا اروق الشقة تاني. لا، هرجع شقتي نضيفة يبقى بس من على الوش كده حاجات بسيطة هنعملها مع بعض. فاليوم ده غيرت فرش السراير كله ودفايات وغسلت وعملت كل حاجة. فبدأت بأوضة ولادي، بدأت كده ان انا اشيل فرش السراير بتاعي، بدأت بقى ان انا اغسل فرش السراير وكل الدفايات اللي احنا بنتغطى بيها عشان الجو كان ساقع اليومين دول. فبدأنا ان انا بالليل اطلع دفايات لولادي يتغطوا بيها. فهمسك طبعا الاوضتين، عندي الصاله نظيفه عشان كنت عامله فيها روتين قبل كده بيوم فبس ما صورتوش معاكم. فالشقه الصاله عندي كلها نظيفه وتمام مفيش فيها اي حاجه. كل اللي انا هعمله ان انا هطلع السجاد بتاعي في البلكونه وهبدأ ان انا اكنس الاوض وامسح واغير فرش السراير واغسل علشان اسافر وارجع احس ان انا مرتاحه من ناحيه شقتي، او روتين الوداع، او ان انا ارجع ابقى مرتاحه. هيبقى يوم سفر ويوم هده، وكلنا طبعا عارفين اللي بيسافروا وبيجوا يوم السفر بيبقى عامل ازاي والمواصلات بتبقى عامله ازاي. فانا قلت لا، هروق شقتي واظبط حالي بحيث ان انا ارجع شقتي ابقى مرتاحه. يا دوبك مثلا كنت عامل اكل سريع او كده والدنيا تبقى رايقه. ده كله غسيل عندي عايز يتغسل. استعنت بالله كده وتوكلت على الله. بحب جدا قبل ما بعمل اي شغلانه قلت توكلت على الله، بحس فعلا ان انا برمي حمولي كلها على ربنا وفعلا ربنا بيقف معايا. فبدأت ان انا اشغل الغسالة ودخلت على اوضتي برضو، قلت ان انا اجر فرش السرير والدفاية عشان ابدأ ان انا اغسل ورا بعضه. انتوا عارفين اليومين دول ان انا بدأت بغسل على الغسالة النص على طول، بقالي فترة ما بغسلش على الغسالة الاوتوماتيك علشان بتنجز معايا اولا وبتخلص معايا اي غسيل مرة واحدة. يعني بدل ما اقعد اغسل دورة دورة، لا انا بقعد اغسل واحس المية مش نظيفة بغير المية. دخلت على المطبخ برضو، كان عندي شوية اكل كده بواقي اكل، فانا مش هسيبهم في التلاجة اليومين 3 اللي انا هغيبهم عن شقتي. قلت لا، كان عندي كده لحمة في شوربة قلت هفضيهم في حلة صغيرة واركنهم في التلاجة هينفعوا لأي حاجة. وكان عندي بقى بواقي ملوخية وبواقي شوية اكل كده مش هحتاجهم. قلت لا، هصفي التلاجة وهغسل مواعيني كلها بحيث برضو ان تلاجتي تبقى نظيفة، ان انا هرجع معايا حاجة عايزة تترص هرصها على نظافة. وكمان عملت اكل كده صينية بطاطس بالفراخ سهلة وبسيطة. انا تبلت فراخ وكانت الفراخ كتير بس انا بحب اكل بطاطس في الفراخ، عملت بطاطس بس كانت بطاطس كمية قليلة. بس سبحان الله كان طعم البطاطس تحفة وكنا بنلقطها كده من بعضنا من كتر جمالها. بدأت دلوقتي كده اللي انا الدورة اللي طلعت نشرتها او نشرت الدفايات، وهبدأ دلوقتي بإذن الله ان انا افرش السرير بتاعي الكبير زي ما انتوا شايفين كده. اليومين دول انا بدأت افرش دفايات عشان انا بحب الدفايات جدا، بتمسك السرير ماسكه حلوه وكمان بتدفي الدنيا معايا. الجو فعلا برد بالليل جدا وبقى ساقعه، فانا بحب الدنيا بقى في الشتاء الدفايات دي. فبدات دلوقتي ان انا خلاص شلت المشايات وشلت السجاده، كنست الارضيه، دخلت كده على البلكونه مسحتها وهطلع كمان امسح الاوضه. فعلا سافرت المره دي وكنت نفسيتي مرتاحه جدا ناحيه الشقه عشان لما هرجع ما كنتش حامله همها نهائي. ده غسيل برضو كان عايز يتنشر. هلم برضو الدفايات بس شويه كده، اقوم جايه لما الدفايات وطالعه نشره كل الغسيل اللي عايز يتنشر. دخلت بقى على اوضه ولادي دلوقتي مسحتها الاول وبعد كده فرشت الارضيه ونفضت السراير كويس جدا قبل ما امسح واكنس الارضيه وامسح وافرشها علشان كده يبقى انا عندي فرش السراير على طول. هبدا دلوقتي ان انا افرش السراير وكده تبقى الاوضه بتاعتي خلصت وبقت زي الفل.
صدقيني انا لما عملت كده المره دي، انا كنت كل مره ساعات بروق كده من على الوش واسافر ارجع بقى اعمل الروتين، بس المره دي لما روقت او نظفت شقتي قبل ما اسافر رجعت كل الحكايه. انا عملت روتين برضو صورته، بس لسه هنزله معاكم. روتين بعد لما رجعت من السفر، كانت حاجات بسيطه جدا في الشقه هتشوفوها باذن الله. فعلا ارتحت جدا. اي واحده مغتربه او بتسافر عند اهلها وبترجع، فعلا روقي شقتك قبل ما بتمشي هترجعي مرتاحه، عشان فعلا السفر تعب. لميت كمان الدفايات اللي احنا كنا غسلناها مع بعض، عشان هي دي الدفايات اللي ولادي بتتغطى بيها. وبدأت كده ان انا كمان افرشها على السراير. الله اكبر، العشاء بتأذن. الله اكبر الله اكبر، العزات والدوام لك يا رب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا نبينا رسول الله. دلوقتي بقى بدات ان انا اطفي النور كده، وهخش لكم دلوقتي على اوضتي كمان عشان تشوفوا كل الروتين بتاعي، وتشوفوا الاوضه بتاعتي كلها بعد ما خلصت اليوم بتاعي كله زي ما انتوا شايفين. وهنخش بقى نشوف الاكل بتاعنا. هدخلها بس كده على الشوايه، ده كانت اخر حاجه معايا في اليوم ده. كلتها بعيش، ما عملتش جنبها اي حاجه، كلناها بعيش بس وبتنجان مخلل، وكان الاكل جميل جدا جدا ويفتح النفس فعلا. اتمنى الروتين بتاعي يعجبك، ويلا شجعيني باللايك والاشتراك في القناه، عشان وجودك هيسعدني جدا جدا. وكل ما هتشجعوني باذن الله كل ما هقدم لكم حاجات كتير. اتمنى اكون بفيدكم، واتمنى تشجعوني وتفرحوا قلبي باللايك والاشتراك عشان اقدر اكمل معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.